يقبلونها. نعم. سؤالها الثاني تقول: من صام يوم الجمعة تطوعا هل لا بد أن يصوم يوم قبله ويوم بعده؟ ورد في عدد من النصوص النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم إذا كان ذلك على سبيل التطوع ولم يكن لعادة شرعية مقبولة. لو قدر أن يوم الجمعة كان يوم عرفة أو كان يوم عاشوراء فلا بأس أن يصام ولو وحده. إذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على بعض نسائه فوجدها صائمة في يوم الجمعة فقال لها: هل صمتي بالأمس؟ قالت لا. قال: هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال: فأفطري. وورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهنا أنبه إلى حكم شرعي متعلق بصيام التطوع، أن الصائم تطوعا يجوز له أن يفطر في أثناء يومه على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. معنا جدت من